السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواتي، إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن فوز النادي الاهلي على يانج افريكانز 2-0 وتصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، ويانج افريكانز ب4 نقاط. النهاردة كان اللقاء الاول زي ما حضراتكم تابعته. كان الشوط الاول سيء جدا للنادي الاهلي، ولكن في اخر الشوط يحرز الهدف الاول محمود حسن تريزيجيه اللي هو نجم اللقاء. محمود حسن تريزيجيه اللي سجل هدفين النهارده واعلن نفسه ان هو هداف الاهلي في افريقيا. نادي الاهلي جايب 7 اهداف، محمود حسن تريزيجيه لوحده جايب 5 اهداف. وده ان دل يدل على ان محمود حسن تريزيجيه مع النادي الاهلي في افريقيا بالذات عامل اضافه قويه، وعامل طفره من نوعها في افريقيا. طيب انا هتكلم النهارده عن هقيم اللعيبه اللي ابتدت المباراه، يعني هقيم لعيبه الاهلي مجملا في الماتش. طب تعال مركز حراسه المرمى، ومركز حراسه المرمى هنا لازم نقف عندها شويه. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير له كامل الاحقيه، ومستواه بيثبت ان هو حارس النادي الاهلي الاول، مع احترامنا الكامل لمحمد الشناوي. هقيم مصطفى شوبير هديله الدرجة النهائية 10 من 10، لأن مصطفى شوبير نجح في كل الاختبارات اللي جات له، حتى لو كانت اختبارات لا تذكر، ولكن جات له كورتين شالهم بطريقة حلوة. ولكن هو مستقبل النادي الأهلي في حراسة المرمى. طب ياسر إبراهيم أنا هديله 6 من 10. ياسين مرعي أديله 5. ياسين مرعي حاجة صعبة يا جدعان. ياسين مرعي مش مدافع النادي الأهلي بصراحة يعني. عندك كوكا. كوكا اديله انا، بص احنا فزنا بس انا اديله 0. اي نعم مش حتته باك الشمال، بس انت الجبهة بتاعتك هي اللي جاية منها كل الغلطات وكل الهجمات اللي جت على النادي الاهلي الشوط الاول كانت من ناحية كوكا، اللي هو بقى كان اسوأ لاعب في اللقاء النهاردة. كوكا بصراحة يعني انا اديله 0. مش 0 دي اقسم بالله يا جدعان انا كده. يعني انت راجل باك شمال، باك شمال اساسيات مركزك الباك الشمال. انت اقسم بالله بيسرح في الملعب، بيضم لنص الملعب ويسيب الحته بتاعته. طب انت مين هيغطيك يا عم؟ تريزيجيه هيغطيك مثلا؟ تريزيجيه عايز اللي يغطيه. محمد هاني النهارده انا اديله 9. عمل اسيست بصراحه النهارده. بصراحه محمد هاني السنه دي، لا السنه دي شغال حلو خالص، شغال على نفسه خالص. اديله 9 من 10 بصراحه. نيجي نص الملعب ديانج 5 من 10. ديانج هو بيقطع كورة بس ديانج. مروان عطية اديله 5 برضه. مروان عطية مجهد يا جدعان، مجهد يعني. زيزو نقطة من أول السطر. زيزو 0. زيزو كان سيء جو النهاردة. زيزو سيء جدا النهاردة، اديله 0. إمام عاشور. إمام عاشور اللي اتفرج على الماتش بتاع الأهلي ده ويانج أفريكانز، على الهدايا اللي كان بيوزعها للعيبه ووش رجله والاسيست بتاع الهدف الثاني لتريزيجيه، لا الراجل ده معلم اسطى. مفيش حد في افريقيا في القاره كده، جوه القاره كده مفيش حد كده يعدي من جنب امام عاشور. وبنطالب اداره النادي الاهلي، امام عاشور فاضل له سنه ونص تقريبا او سنتين في عقده. جددوا له يا جدعان من دلوقتي، جددوا له. مش هينفع آه، امام عاشور تقعدوا لاخر 6 شهور او اخر سنه. اتكلم معاه من دلوقتي في تجديد عقده، لان امام عاشور مش هيجي زيه. امام عاشور انا عشان اقيمه النهارده انا اديله 1,000,000 من 10 مثلا. لا يا جدعان حياة حلوة. نيجي بقى تريزيجيه 10 من 10. تريزيجيه عمل كل حاجة النهارده بصراحة. نيجي الواد مروان عثمان اللي هو المهاجم الجديد اللي يجي من سيراميكا. هو النهارده مش ما يتقيمش النهارده ليه؟ بس هو عيل يجي منه، بيفرق في الملعب وبيروح ويجي ويقابل والكلام ده يعني. بس انا ممكن اديله 6 على الاداء اللي هو اداه. البودلة بقى محمد علي بن رمضان 5. طاهر محمد طاهر 5. جريديشار ضيع الهدف الثالث جريديشار. بس جريديشار 5. جمهور الاهلي
انتوا هتفضلوا الداعم الاول والاساسي للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يا جدعان قسما بالله حياة تاني. جمهور النادي الاهلي كان بيقدم رسائل للاداره في المدرجات: يا باشا انت، احنا مش هنحلك. انت فاهم؟ لا، جمهور النادي الاهلي حاجه تانية. لو انا هدي نجم المباراه النهارده لجمهور النادي الاهلي وكل الناس اللي كانت في الاستاد النهارده، حي عظمه جمهور النادي الاهلي. طبعا يا باشا في اي حته هو جحيم، جحيم مدرجات التالتة شمال جحيم. بالنسبه للمدرب بقى، انا هقيم الشوط التاني بس، لان الشوط الاول كنا بنلعب لعب وحش خالص اقسم بالله. لكن الشوط التاني شابوه 10 من 10. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن. وان شاء الله ان شاء الله كل الخير لنادينا. وان شاء الله من فوز مستمر على طول باذن الله. ولو عجبك الفيديو لايك وكومنت وشير وسلام يا جدعان.